مساء الخير. معاكم المهندس مصطفى من شركة دوت ستار. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل مندوب ونعمل له صلاحيات. تمام. اول حاجة بدخل لينك النسخة بتاعتي واليوزر والباسورد وبعمل دخول الى النظام. تمام. عشان اعمل مندوب لازم يكون للمندوب ده مخزن باسمه اللي هو السيارة بتاعته، وخزنة باسمه بحيث ان المندوب بيعمل فواتير مبيعات وبيحصل. تمام. اول حاجة هخش على الاعدادات، الحسابات، هخش على دليل حسابات الشجرة، اخش انشئ له خزنة. تمام. اخش على الاصول المتداوله النقديه، هكتب خزنه مندوب تجريبي. تمام. واختار نوع الحساب فرعي واعمل حفظ. تمام. لو دخلت على الاصول المتداوله تاني النقديه الاقي خزنه مندوب تجريبي ظهرت معايا. ده بينطبق ان انا لو عايز ادخل اي ليدجر جديد في الشجره او مصروف او اي ليدجر جديد مش موجود او مسمى ليدجر جديد مش موجود، اقدر ادخله بنفس الطريقه اللي دخلت بيها الخزنه. تمام. كده احنا عملنا اول حاجه خزنه للمندوب، نعمل مخزن للمندوب. تمام. هسمي المخزن مندوب تجريبي. تمام. اول حاجه هنربط مخزن المندوب، نربط حسابات مخزن المندوب. هربط تكلفه المبيعات بضاعه بالطريق، تسويه المخزون، إهلاك مخزني. تمام. وبسيب رقم الحساب ده فاضي، السيستم اوتوماتيك بيكريت له ليدجر في الشجره. تمام. وبعمل سيف. كده انا عملت المندوب التجريبي مخزن وخزنه باسمه. بعد كده بدخل على الاداره، اخش على المستخدمين، هعمل له مستخدم مندوب تجريبي. تمام. ده كده اسم المستخدم، الاسم كامل. وبعد كده بدخل اسم المستخدم وبعد كده بربطه بفرع، بربطه بالفرع الرئيسي، بعمل عليه نشر ترحيل تلقائي وبختار السنة المالية اللي هيشتغل عليها واعمل له باسورد. البريد الإلكتروني ده لازم أدخل فيه أي حاجة. لو عايز أديله صلاحية خصم على الأصناف بعلم على التشيك بوكس دي وبكتب مثلا 10%. لو عايز أديله على خصم على الفاتورة كتوتال، خصم على الأصناف دي صنف في الفاتورة بديله 10%، خصم على على الفاتورة كتوتال فاتورة بعلم على التشيك بوكس دي بديله مثلا نسبة خصم 10%. تغيير السعر دي لو علمت عليها التشيك بوكس دي، كده كده المندوب وهو بيعمل فاتوره مبيعات انا حاطط اسعار للاصناف بتاعتي، لما بيختار اي صنف بينزل سعره في الفاتوره اوتوماتيك، ما بيقدرش يعدل عليه. وبيختار بس طريقه الدفع سواء كانت كاش او اجل. لو علمت على التشيك بوكس بتاع تغيير السعر بيقدر المندوب يعدل في السعر. تمام. وقوم عامل حفظ. كده انا عملت المندوب، عملت له مستخدم. برجع تاني للمندوب عشان اظبط له صلاحياته، بربطه معايا بالمخزن بتاعه، مخزن مندوب تجريبي وخزنه مندوب تجريبي. خزنة مندوب تجريبي ظهرت معايا اهي. بربط للمندوب المخزن بتاعه، يعني اسمه مخزن مندوب تجريبي، والخزنة خزنة مندوب تجريبي. تمام. كده بختار الصلاحيات اللي هديها للمندوب. طبعا مندوب فهيعمل فواتير مبيعات،
يفتح الفاتورة ويحفظها. انا اللي بتحكم في الصلاحيات بتاعتي، ان هو يقدر يفتح الفاتورة ويعدل عليها ويحفظها او يلغيها، وفواتير المرتجعة وكل ما يخص الابلكيشن موبايل بحدد له صلاحياته من هنا وبعمل حفظ. تمام، هيقول لي تمت العملية بنجاح، وبعمل حفظ تاني. تمت العملية بنجاح، وبدخل على الموظفين عشان افعل الابلكيشن للمندوب. بخش على الموظفين بكتب اسم المندوب، مندوب تجريبي، وبختار جنسيته مصري. تمام، وبعلم في التشيك بوكس دي صح كده مندوب مبيعات، واهم حاجه ان انا بربط المستخدم باسم المندوب التجريبي. تمام، وبعمل حفظ كده المندوب هيقدر يفتح الابلكيشن موبايل. كده نكون اتعلمنا ازاي ننشئ مندوب من اول خطوه لاخر خطوه. شكرا لكم جدا.